اشتري ايفون 15 برو مسروق من على الدارك ويب، كنا عامل حوالي 450 دولار او حاجه، يعني فرنج كده من 24000 26000 جنيه، اقل من نص ثمن. بيبقى مستعمل عند اي حد وشوف هكسب فيه كام. بس يا ترى بقى الحكومه هتعرف تجيبني ولا اقول لك سيبك من الايفون، اي كلاود وحوارات كتير، نروح اجيب لي واحد سامسونج اس 22 الترا يكون عامل له حوالي 400 دولار ولا حاجه، بيبقى مستعمل عند اي حته، اشوف هكسب فيه كام. او اشتري فيزا مسروقه ب 40 دولار كي يكون فيها لحد 5000 دولار. خش على امازون جيب الايفون جديد نيو مش مسروق، وابقى كبرت بقى دماغي من حوار من التليفونات المسروقه. وبعدين يعني هو ايه اللي ممكن يحصل لي لو دخلت على الدارك ويب؟ واخيرا هتبقى مليونيرات. اهلا بيك يا صديقي في اول حلقه لينا على اليوتيوب. النهارده باذن الله هعرفك ايه هي قصتي في الدارك ويب. خليني الاول بس اعرفك ايه هو الدارك ويب. حوار ان انا ممكن ان انا اشتري موبايل او ان انا اشتري فيز مسروقه، او هل الكلام ده بجد حقيقي ولا مجرد نصب وخلاص. النهارده هفتح الدارك ويب قدامكم واوريكم كمان المواقع اللي بتبيع الاجهزه ديت، وكمان هوريكم الاسعار قدام عينيكم. طب خليني بس كده الاول على السريع اعرفك ايه هو الدارك ويب. مبدئيا كده خليني اعرفك ان الدارك ويب ده عباره عن نت عادي جدا. سيبك بقى من اللي بيقعد يقول لك انت لو دخلت على الدارك ويب حياتك هتبوظ، خش عالم مظلم، دمر حياه. سيبك من الكلام ده كله، ده كلام يوتيوب. احنا على اليوتيوب، بس ده كلام يوتيوب احنا مالناش دعوه بيه ومش موجود اصلا. بس سيبك برده من اي فيديو شفته على النت يقول لك ان الفيديو دوت جاي من الدارك ويب. 99% منه اساسا مش من الدارك ويب. بص يا صديقي، الدارك ويب دوت ليس الا انترنت عادي جدا زي الانترنت اللي احنا بنفتحه، ولكن الفرق ان احنا في النت بتاعنا بنستخدم محرك بحث جوجل، لكن على الدارك ويب بيكون محرك بحث اسمه داك دوت جو. برده فرق تاني ان احنا بيكون في لينكات معينه مش هنقدر ان احنا ندخل عليها، بتكون دوت اونيون، عكس الانترنت بتاعنا العادي جدا بيكون دوت كوم، مثلا جوجل دوت كوم، فيسبوك دوت كوم. مواقع الدارك ويب لا، بتكون مثلا عباره كده عن ارقام وحروف كتير جدا ودوت اونيون. طبعا لو جربت ان انت تاخد اللينك دوت وتحطه على جوجل مش هيشتغل معاك، لان انت مش بتبقى داخل من شبكه الدارك ويب. مفيش حاجه اسمها انا مجرد ما افتح الدارك ويب حياتي هتبوظ. هو الدارك ويب دوت مش مكان له، مش عالم بتخش فيه، هو ليس الا محرك بحث تفتحه على متصفح اسمه تور، تبدا ان انت تسيرش على محرك بحث دوت جو. اللينك بتاعك بيكون دوت اونيون اخره، وبيفتح لك موقع الدارك ويب عادي جدا. ايه ده؟ يعني معنى كده ان الدارك ويب الفرق الوحيد ما بينه وبين النت العادي ان دوت دوت جو مش جوجل، دوت اونيون مش دوت كوم؟ امال ايه الحوارات اللي هم بيعملوها دي؟ لا طبعا هو الفرق مش في الدوت كوم والدوت اونيون، هو محرك البحث والبراوزر بس. الفرق الوحيد ودوت اهم حاجه بتميز الدارك ويب عن الانترنت العادي بتاعنا، وهو البوليسيز. طيب ايه هي البوليسيز دي؟ بمنتهى البساطه كده تعالى نقول ان انت فتحت الفيسبوك وعملت عليه اعلان وقلت فيه ان انت معاك موبايل مسروق وعايز ان انت تبيعه. تتوقع ايه اللي ممكن يحصل؟ طيب انت مبدئيا كده في اقل من نص ساعه هيكون فيسبوك اصلا شال البوست بتاعك او يشيل الصفحه دي نهائيا من الفيسبوك. نفس الموضوع ينطبق على اي حاجه، سواء كانت تجاره مخدرات او تجاره سلاح او تجاره اي حاجه غير مشروعه. وده معناه ان انت لو عملت اي نشاط غير مشروع على اي منصه من المنصات ديت يتم تتبعك عن طريق بياناتك الشخصيه اللي انت اوريدي اصلا بتكون كاتبها. وحتى لو مش داخل بياناتك الشخصيه بيكون في حاجه اسمها اي بي ادرس، يكون متسجل باسم الديفايس بتاعك او اللوكيشن بتاعك، يكون متسجل في منصات زي فيسبوك مثلا. وعلشان كده بقى في حاجه اسمها الدارك ويب، وهو ان انت على الدارك ويب مش بيكون في اي سياسات ولا بيكون في اي رقابه، وده معناه ان انت تقدر انك تبيع اي حاجه من غير ما يتقفل لك حسابك او تواجه اي مشكله في اي حاجه زي كده. عشان كده طبعا بنلاقي ان الدارك ويب مليان تجاره مخدرات، تجاره اسلحه، ونشاطات غير مشروعه بالالافات. ده لانك لو شخص فاهم برمجه حبتين تقدر ان انت تفتح ويب سايت على الدارك ويب وتبيع عليها اي حاجه انت عايزها. بس هل يا ترى انت فاكر ان كل الناس اللي على الدارك ويب حكومات مش قادره انها توصل لها؟ عايز اقول لك ان لحد النهارده في ناس بتتسجن حكومات قدرت انها توصل لهم عن طريق الدارك ويب. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ هو انت مش لسه من شويه قايل لي ان الدارك ويب ده امان، وان في ناس بتبيع عليه مخدرات وناس بتبيع عليه اسلحه ومحدش بيتجاب؟ ايه اللي انت بتقوله ده وتقول ناس بتتسجن؟ طب هو اشتري الصفقه؟ يلا انا مش هكمل الفيديو خلاص. اهدى بس واصبر كده، خليني افهمك. لازم تعرف يا صديقي ان 99% من المنتجات اللي انت بتشوفها معروضه على الدارك ويب دي بتكون نصب. بمنتهى البساطه انت بتشوف ان السعر رخيص وواقعي، وطبعا هو منتهى البساطه بياخد الفلوس مش بيبعت لك اي حاجه. روح بقى اعمل بلاغ في الاسم وقول لهم ان انت كنت بتشتري ايفون مسروق من على الدارك ويب وما جالكش الاوردر بتاعك. انا زي ما قلت لك ان مفيش اي قوانين تمنعك انك تبيع اي حاجه على الدارك ويب، فبالتالي برده مفيش اي قوانين تحميك انت كشخص بيشتري. وصدقني لو اتنصب عليك مش هتقدر ان انت تجيب حقك نهائيا. بس برده الكلام ده ما يمنعش ان انا مش هفتح الدارك ويب دلوقتي قدامكم واوريكم المواقع دي هتكون شكلها عامل ازاي. يلا روح هات كوبايه النسكافيه بتاعتك او القهوه بتاعتك وانا 10 القهوه بتاعتي، ويلا بينا نشوفه ممكن نلاقي ايه على الضبط. طبعا انا في الفيديو دوت مش بروج او بنصح اي حد نهائيا ان هو يفتح او يدخل على الدارك ويب، لان صدقني ده شيء خطير جدا، خصوصا لو دخلت عليه من اي جهاز عليه بياناتك الشخصيه. وعلشان كده انا بدخل عليه من على هارد ديسك خارجي. معايا الهارد ديسك دوت عليه سوفت وير كالي لينكس، مش عليه اي بيانات شخصيه نهائيا. طبعا انا داخل من بابليك واي فاي مش من الواي فاي بتاع في بيتي خالص. ويلا بينا نشوفه هنلاقي ايه في الضبط. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين انا دلوقتي جوه كالي لينكس، وهفتح الفي بي ان بتاعنا. انا مشترك في بروتون في بي ان، هو اشتراكه 10 دولار في الشهر. طبعا البروتون في بي ان يعتبر من ضمن الشركات كويسه جدا، ان بروتون اصلا شركه سويسريه، فهم مش بيبيعوا بياناتك لاي حد نهائيا، ده اسبير البوليسيز اللي في سويسرا.
لان هم عندهم سياسه خصوصيه عاليه جدا للمستخدم بتاعهم، فمستحيل يبيعوا بياناتك لاي جهه حكوميه نهائيا الا بامر من محكمه سوستيه. دلوقتي انا وصلت الفي بي ان زي ما انتم شايفين، ودلوقتي هنجو اهيد ونغير الماك ادرس بتاع الجهاز. طبعا انا لازم اغير الماك ادرس بتاع الجهاز دوت، بس برضو دواعي امان، لان كل جهاز بيكون ليه ماك ادرس، ده زي كده ايه، رقم بطاقه الجهاز اللي بيكون معروف بيه. فانا بكتب الامر دوت sudo mac changer، بس طبعا لازم الاول ان انا اقفل الواي فاي بتاع الشبكه علشان يقدر ان هو يغير الماك ادرس بتاع الواي فاي كارد. طبعا انا بغير الماك ادرس بتاع الكارت الواي فاي نفسها، مش بتاع الجهاز. ماك ادرس الجهاز عشان يتغير ده دي طريقه تانية خالص، لكن احنا دلوقتي بنغير الواي فاي ماك ادرس اللي هو بيكون ظاهر المواقع اللي احنا بنخش عليها. زي ما انتم شايفين دوت الماك ادرس القديم ودوت الماك ادرس الجديد. يلا بينا دلوقتي نفتح تور براوسر ونجرب ان احنا نخش على اي موقع من ضمن المواقع بتاعت الايفونات او الاجهزه المسروقه عموما، نشوفوا الاسعار بتكون عامله ازاي والدنيا عامله ايه، شكل الموقع عامل ازاي وهي دي كلها. بس طبعا مش هقدر ان انا اظهر اسم الموقع او حتى اللينك بتاع الموقع، عشان ده كده هيكون ترويج الموقع بتاعهم والفيديو ده هيتمسح. هجيب لكم بس كده يعني جزء صغير او سكرين شوت، او حتى هعمل كده زي كروب على الجزء اللي هو هيكون فيه الاسعار. وزي ما انتم شايفين هو دوت التور براوسر اللي قلت لكم عليه، دوت محرك بحث دارك داك جو، ده اللي هو الجوجل بتاع الدارك ويب. فدلوقتي انا هجرب ان انا احط لينك لاي موقع من المواقع اللي هي بتبيع اجهزه الايفون المسروقه، اوريكم شكل الموقع ده هيكون عامل ازاي. بس طبعا انا مش هقدر ان انا اظهر اللينك نهائيا او حتى اسم الموقع، لان دوت يوتيوب هيفهموا انه ترويج لموقع غير مسروع والفيديو ده هيتمسح. فانا مش هقدر ان انا اظهر اللينك او اسم الموقع، ولكن هحاول ان انا اوريكم الجزئيه بتاعت السعر والجهاز. وزي ما انتم شايفين دوت الايفون 15 برو، هو سعره هنا ب $450. طبعا الدفع بيكون عن طريق البيتكوين. وعشان تعرفوا برضو البيتكوين بيدفع عن طريقها لانها هي عمله مشفره، مش بسهوله بيتم تتبعها. طبعا هي بيتم تتبعها، ولكن الموضوع مش بيكون بالسهوله اللي انتوا فاكرينها، لان هي بتكون حاجه اسمها بلوك تشينز. الحكومات لما تبدا انها تتبع الحاجات دي بيتم تتبعها عن طريق البلوك تشينز. بس طبعا بيحصل حاجه كده زي غسل اموال في محافظ على الدارك ويب، بحيث ان هم بياخدوا الفلوس دي يبعتوها لكذا محفظه ويستقبلوها تاني، علشان لما الحكومه تيجي تتبعها تلاقيها جايه من مصادر نظيفه. نفس فكره غسيل الاموال، ولكن بشكل الكتروني اكتر. ده برضو موقع تاني اللي يبيع $500. طبعا في مواقع تانية كتير زي مواقع بيع المصدرات ومواقع بيع الاسلحه، ولكن طبعا مش هقدر ان انا اظهر الحاجات دي نهائيا، لان فعلا الفيديو هيتمسح لو ظهرت اي حاجه زي كده. بس كده يا صديقي، وهو دوت الدارك ويب زي ما انت شفت. طبعا مش بالاوفر اللي الناس تحكي عنه ده، في مواقع تانية كتير خطيره فيها في حاجات خطيره، ولكن الحاجات دي بتكون برضو زي ما انتوا شفتوا مجرد مواقع، مش هيحصل لك اي حاجه. لكن برضو الفكره كلها ان انت عشان بس يعني ما تتهكرش او ما يبقاش في اي فيروس في اي موقع من المواقع ديت يتحمله مثلا بالغلط او حاجه، ففي الحاله ديت انت تبقى بتضر بالجهاز بتاعك او بمعلوماتك الشخصيه. فالاحسن من كل دوت ان انت ما تفكرش ان انت تخش على الدارك ويب، لانه فعلا هو مش حاجه ممتعه او تستاهل ان انت مثلا تضحي بجهاز او بمعلوماتك الشخصيه عشانه يعني. بس كده، واتمنى يكون عجبكم الفيديو. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، الحاجات اللي هي بتتعمل على يوتيوب دي بصراحه انا مش عارفها عشان ده اول فيديو ليا، يعني اول فيديو بقى، فايه شجعوني كده عشان نعمل فيديو جديد. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.